من هو الله عز وجل؟ الله هو إله أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية، لم يخلق لأن في الأصل هو الخالق، ولم يولد لأنه لا آباء له، ولم يلد لأنه لن يلد كيان يرث قوته، فلا أحد كان ولا سيكون في مثل قوته وعظمته، فهو خالق الحياة والكون والمخلوقات والزمان والمكان، وكل ما هو مدبر وموجود وجميع الأمور، فكل ما يسري ويجري بقدرته وأمر منه، فهو الذي يراقب ولا يغفل عن أي شيء، والله له جميع صفات الكمال المطلق، فهو الوحيد الكامل ولا أحد غيره، فهو خالي من العيوب وليس كمثله شيء، فلا تشبه صفاته صفات مخلوقاته. إن الله عز وجل أول بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، وهو الذي إذا قال لشيء كن فيكون، فهو لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأبصار، وهو الحي الذي لا يموت والذي لا ينام ولا يغفل، وغني عن الزمان والمكان لأنه موجود في كل زمان ومكان، فهو الذي لا تتغير صفاته ولا تنقسم ولا تتجزأ ولا تزيد ولا تنقص، فهو الذي ينعم ويعذب ويسعد ويشفي، وكل المخلوقات في النهاية ترجع إليه وتقف بين يديه ليحاسبها عن ما فعلت. إن الله عز وجل مستو على عرشه مراقبا لعباده في السماوات السبع، له لوح محفوظ دون فيه مقادير وأسرار كل شيء، وله ملائكة عظماء يخدمونه ويحملون عرشه وينفذون أوامره، وكذلك عباده المطيعون، فلا جنة إلا برحمته ولا عذاب إلا بعدله سبحانه. عرفت؟ تابعنا للمزيد من القصص الدينية.